وقل للمضلين باسم الهدى تواروا فقد آن أن نهتدي. وهيهات هيهات يبقى الشباب جريح الإباء أو حبيس اليد. سيحيا الشباب ويحيي الحمى ويفني عداة الغد الأسعد. فسر يا ابن أمي إلى غاية سماوية العهد والمعهد. دفاعا عن علماء أرجو ببركة الدفاع عنهم أن يدافع الله عني في الدنيا ويدفع عن وجهي النار يوم القيامة. هذه الفتنة متعلقة بإسقاط علماء كبار كالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، فهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وهم من أهل السنة. زي امبارح ما مساش يقول لك أنكر صورة ربي، أنكر علو ربي. طبعا هتكلم في كلمة أنكر لأن دي أكبر غلطة يعني سكت عنها الشيخ حسن. ما ينفعش تسمح باستبدال الألفاظ الباطلة أبدا. أنكر لا، مش أنكر. في فرق بين الإنكار وبين التأويل. أيوة تعال، ما هي دي المصيبة. ده جاحد، ده جاحد، ده كافر بلس، ده كافر بلس، ده كافر يعني مفيش خلاف. لكن ده كافر نص نص، فخلينا في النص نص. هنعمل كتاب من الكفر. انت العاهات دي لو ما لحقناهاش احنا مش هنعرف نقف. دول عاهات. لذلك عندما نرد عليهم يا ابني لا يا ابني، هنا هو عندما يقول لك هذا قدري، هذا مرجئ، خلاص كده، عندما ده بيميز لك انه اخطأ في هذا الباب، يبين لك انه اخطأ هنا، بمعنى يرى القدر، كان يرى القدر، كان يرى الارجاء، يتهم بالارجاء، يتهم كده. لماذا؟ حتى لا تقلده هنا بس. اما تريد ان تدخل في حكم شخصه وعينه، نتعامل مع امه ده ازاي، تتعامل ازاي معاه، انت ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص. لا، هو عاوز مجرد ما يقرا الاثار ينزل احكام. لكن نقول التخطئة ليست اسقاطا، اما التبديع الكلي اسقاط. وده الفارق بين صاحب عينين جميلتين وبين اعور العين. وده اللي هيدخلنا مع الذين يعني يجترئون على الائمه بنفس الخوارج لا بنفس العدل. ولذلك احنا عندنا ميزانان عظيمان. الميزان الاول كما في السنه الخلال، وما بيقرأوا السنه الخلال قال فعن الامام احمد قال اخراج الرجل من السنه عسير. هناك عسر شديد ان تخرج الرجل من السنه. فلذلك انت لما تنزع من حقل السنه لابد ان تكون امام ربك بدليل اوضح من شمس النهار، والا تطبق عليك القاعده العامه: من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما. كان كذلك والا حارت عليه. من قال يا مبتدع فقد باء بها احدهما، فان كان كذلك والا حارت عليه. عشان نبين بقى الاحقاد التي في الصدور. انت طلع لك القديم من الحلقه اللي فاتت. ما الحلقه اللي فاتت احنا اتسلخنا، يعني اتقطع لنا بتاع الحلقه، اتقطعت وبقينا زنادقه وبقينا يعني الله المستعان. يعني بقيت انت مدجن وانا مدجن، انت وانا بقينا مدجن. اسمعني ده دول مخبولين مهبولين ما عندهمش علم. يبقى لازم الذهبي مدجن، طيب السخاوي مدجن. فإن حضرتك علماء السنة الذين لم يتكلموا، أنا سأتيك لما تطلع أنت لواحد مجهول الهوية علميا، لم يجلس ولم يجسو على ركبتيه، بيتكلم في النووي كلام بهذا الكلام، وأئمة الإسلام لم يتكلموا فيه. يعني أنا لما يأتي الذهبي يتكلم بأنه النووي هذا العالم الرباني، أنا لابد أتيك ترجمة للذهبي ماذا قال عنه. أيضا هتكلم عن السخاوي. لو سمحت، الذهبي عندهم مميع كما ابن القيم وابن تيمية مميع. ابن تيمية مبتدع، ابن تيمية مبتدع. جرثومة فكرية معينة، وهذه الجرثومة الفكرية منتشرة نوعا ما في السنتين الأخيرة في بعض شبكات التواصل لشخصيات تنتمي يعني انتسابا إلى شيء من العلم وتعظيم السلف وآثاره وما إلى ذلك، ولكنهم فتنوا بالغلو في التبديع والتضليل والتفسير لبعض علماء المسلمين وأئمتهم، خاصة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو كما هو معلوم أحد الأئمة الأربعة المسلوكة مذاهبهم على مر التاريخ المسلمين إلى
آخره، وانتقاء بعض الآثار الواردة في الذم وما إلى ذلك، والتركيز على قضية تضليل أبي حنيفة وتبدي حتى، والاهتمام والتركيز والمبالغة في هذه القضية هي هذه الفتنة والجرثوم. حقيقة لم أجد طائفة تحترف الكذب والافتراء على الآخرين وتزوير كلام الآخرين كالطائفة التي تسب صحابة رسول الله وتتهم عرضه، والدواعش والحدادية. لم أجد أكثر استخداما لفاحش القول وبذيء الكلام من هذه الفرق الثلاثة. يتسترون بالأسماء المستعارة في وسائل التواصل، ثم اسمع الطعون والافتراءات والفحش والبذاءة وقلة الأدب وسوء الخلق. ولا عجب إن كانوا قد طعنوا في سادات أمة الإسلام، فكيف بغيرهم؟ وهل تجني من الشوك عنبا ومن الحسك تينا؟ محمد شمس الدين كتب على صفحته منشورا ونقل أثرا عن الإمام سليمان بن حرب في الطعن في الإمام أبي حنيفة، فهل هذا الأثر بإسناديه صحيح؟ لا في هذا الكتاب صحيح ولا في هذا الكتاب. بالنسبة للأثر عن سليمان بن حرب ففيه راو كذاب أبو سعيد الأحمسي، هذا الرجل يضع الحديث وهذا الرجل كفيل بإسقاط الإسناد. كيف؟ ويعني الإسناد بين سليمان بن حرب وصاحب الكتاب حوالي 5 رجال، لم نبحث إلا في واحد منهم هو سقوطه كفيل بسقوط الإسناد. أما في الإسناد الآخر وهو عن القاسم بن عثمان وليس عن سليمان بن حرب، بنفس الأثر أيضا أن أبي حنيفة تمر على رجل سكن يتفول إلى آخر الإسناد. هذا الأثر فيه راو أيضا اسمه معبد بن جمعة الروياني، هذا الراوي كذاب متهم بالكذب، فبالتالي الإسناد تالف. إذن الإسناد هنا تالف والإسناد هنا تالف، فبالتالي لا يحق لك أن تحتج بمثل هذا الإسناد ولا أن تذكر هذا الإسناد وكأنه يعني صحيح، وبالتالي يعني كأنه طرفة. اضحكوا يا شباب على أبي حنيفة واسخروا يا شباب من أبي حنيفة، استهزئوا يا شباب بأبي حنيفة، طبعا ونصل إلى هذه النتيجة فيستهزئ الشباب بأبي حنيفة. حتى إني رأيت لتلميذ من تلاميذ محمد شمس الدين للأسف يكذب على المخالفين له، يعني كتب في انفوجراف كده أو ما شابه، قال يعني السلف الصالح والسلف الطالح. السلف الصالح سفيان ومالك وأحمد والشافعي، والسلف الطالح أو الفاسد على رأسهم طبعا الجهم بن صفوان والمريسي وغيرهم، ثم معهم أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة يوضع في كفة واحدة مع الجهم بن صفوان، مع بشر المريسي، مع القعد بن درهم. بن شمس زعلان لأننا نبحث في منشوراته وفيديوهاته القديمة ويقول ينبشون خلفي. طبعا شوف النبش مثل نباش القبور، ينبش منشور قبل عامين. الشباب المساكين الذين يغترون بمثل كلامه يلوموننا على هذا الفعل، ولكن أعتقد أنه لا لوم بعد اليوم. ألقوا معي نظرة على هذا الفيديو. السلام عليكم. نظرت في صفحة هذا الشخص فبحثت يعني عن بعض الكلمات مثل السنة وكذا، فوجدت له هذا المنشور. إذن يدخل إلى صفحة الرجل الذي رد عليه ويبحث في كلمات سنة، أشاعرة، سلفية، كما سيأتي معنا. من المنشورات التي يعني وجدتها في صفحة هذا الأخ، طبعا من خلال البحث أنا بحثت عن كلمات مفتاحية فطلعت لي بعض المنشورات. فمبدئيا شيخكم هذا مثل العاهرة التي تتحدث عن الشرف، ما بيبطل انتقاد أشياء هو نفسه بيقوم فيها، مثل الذي ينهاكم عن شرب الخمر وفي يده بطحة ويسكي. يقول حول معركة السلفية والأشعرية مرة أخرى لا أخيرة. طيب إذا في منشور سابق لعلنا إذا وجدناه نعلق عليه. الله المستعان، نفس القصة، ينهى عن شيء ويأتي بمثله، ينهى عن شيء ويأتي بمثله. طبعا شوف النبش مثل نباش القبور، ينبش منشور قبل عامين، مو منشور عفوا، تعليق على منشور قبل عامين فقط لكي يشغب. أهلا وسهلا بك في عالم نباشين القبور يا بن شمس، نورت. هذا المقطع نبين فيه كذب محمد بن شمس الدين على الشيخ حسين عبد الرازق حفظه الله تعالى حين ادعى أنه هرب من مناظرته. سبحان الله، يأبى الله إلا أن يحق الحق. لقد صورنا المنشور ذاك اليوم قدرا، سبحان الله، والآن سترون كذب هذا الشخص. وهل كما يقول بأن الشيخ حسين حفظه الله هرب من المناظرة، أم هو تحداك أن تقبل فحذفت المنشور وحذفت التعليقات وحضرت الأخ حسام عبد العزيز و كل ذلك مسجل مكتوب؟ وهذا في الدنيا يا ابن شمس الدين، فأين تذهب من الآخرة وكل شيء مكتوب في كتاب؟ هذا هو منشور محمد بن شمس الدين الذي نشره يومها، والذي قصده في منشوره الذي نشره قبل يومين. علق له الشيخ حسين عبد الرازق حفظه الله. هذا التعليق طويل بإمكانكم قراءته بإذن الله، ولكن ما يهمنا منه هو الموضع الذي قبل فيه الشيخ حفظه الله تعالى المناظرة من محمد بن شمس الدين، بل لم يقبل فقط، بل كرر عليه التحدي وقال له إن كنت صادقا فتعال،
كيف تدعي يا ابن شمس الدين غير ذلك؟ يقول هنا الشيخ حفظه الله: محمد هذا يستعرض عضلاته الآن ويطلب المناظرة، يعيش وهما كبيرا. اللهم اشهد علي أني ما رضيت أن أحرجه. لن أقول لك إن كنت رجلا أو عالما فتعال ناظرني، بل إن كنت صادقا فتعال. الشيخ قال له: إن كنت صادقا فتعال. بعدها كما يعلم أغلبكم حفظكم الله، حذف محمد بن شمس الدين هذا المنشور، كما حذف تعليقات الشيخ، وحضر الأخ حسام عبد العزيز. الأخ حسام عبد العزيز كان قد دخل للوساطة، ثم لما تبين له حقيقة هذا الرجل ولفه ودورانه وخداعه وكذبه على الناس وعلى المشايخ، خرج وفضحه بمنشور طويل. طبعا كلكم تقريبا شفتوا الحلقه بتاعتي عن الفصام المنهجي عند محمد شمس. الحلقه عملت هزه زي ما انتم عارفين على يوتيوب، وناس كتير اكتشفوا تدليس الراجل ومنهجه الفاسد. الراجل اصيب بالتوتر وطلع بعد حلقتي بساعتين بس، وقعد يتكلم كلام يشبه الهذيان، وقفل الفيديو بعد 20 دقيقه. كان فاكر انه كده عرف يرد، لكن فوجئ ان التعليقات تحت الفيديو غسلته، تعليقات بالهبل، ومنهم متابعين له روقوه زي ما هتشوفوا على الشاشه. قالوا له ردك ضعيف وعندك شهوه الرد والجدل والانتصار لنفسك ولو بالباطل، وبعضهم ألغى الاشتراك في قناته. حاول المسردب شيخ محمد شمس تخفيف الضغط عليه بصوتياته الكئيبة وفشل، وعشان كده كان لازم محمد يتصرف بعد ما اتفضح فصامه المنهجي، فنشر رد تاني في محاولة أخيرة لتحسين صورته قدام متابعيه. في رده عليا محمد كذب على متابعيه كذب صريح. محمد انت ازاي وصلت الى هذه المرحلة من محاولة استحمار المتابعين والمشاهدين؟ والله الواحد حزين انه بيشرح فيديو الناس كلها شايفاه وانت بتكذب ودنا وبتدلس عشان تهرب من فضيحة فصامك المنهجي. شكلك ايه قدام نفسك دلوقتي يا محمد وانت بتستحمر متابعيه؟ يا بني ادم، ده انا حطيت في الحلقة اللي فاتت عنوان المقطع وتاريخه من قناتك الرسمية، وكنت فاكر ان بقفل عليك باب الكذب، لكن انت بمنتهى الجرأة على استحمار المتابعين عملت زي السياسيين الكذابين. اول ما تجيب للواحد منهم كلامه ويتزنق وما يعرفش يرد يقول لك السياق، حجة كل مدلس. وإنما أدعو من يطعن في هؤلاء العلماء هذه الأيام إلى أن يقف وقفة صدق مع نفسه، ويفتش فيها عن سوء الظن بالمسلمين، وعن قلة الأمانة وحظوظ النفس والفجور في الخصومة. فتش في نفسك حتى لا تحجب عن الحق، وما تغوش كثير، وما تفكر فقط في الرد. أرجوك قف وقفة هادئة مع نفسك يا من تطعن في هؤلاء، وتذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب ارجع للعلماء، أنت تقول بعصمة العلماء؟ يا ابني ارجع للعلماء، أنت تقول بعصمة العلماء. هذا هو شمس الدين. يعني أنا دلوقتي أكفر، عاوزني أكفر على طول يعني كده خبط لازق مني للمطبعة؟ مني للمطبعة. هذا مثل محمد شمس الدين، منك للمطبعة. هات ورق، اطبع، اطرش، اكتب، يلا ودي المطبعة. أنا عملت كتاب مصنفاتي في تكفير الكفرة. تيجي ترد عليه: ايه ده؟ انت بتمتحني؟ انت تمتحني والله، انت تمتحني بقتادة وسعيد وعبد الاعلى وعبد الوارث وهيصة. تمتحني بالعلماء يخطئون في حق الله، تؤمنون بصفاتهم ولا تؤمن بصفات الله. خرابيط ليس على دول. منك للمطبعة يا عم الحاج، منك للمطبعة. طب اعرض كلامك على العلماء. أنت تقول بعصمة العلماء. أعوذ بالله، هي كده خلصت. يعني تيجي ترد عليه؟ أنا عاوز أرد عليك، ده غلط، ده فساد، ده منهج. أنت تتهمني بالبدعة وتبدعني لأجل المخلوقين، ولا تعظم الله في نفسك، إنهم يطعنون في دين الله. يا رجل اتق الله، أنت تقول بعصمة العلماء. لا حول ولا قوة. خلاص الموضوع اتحفظ كده، صح؟ خلصت الموضوع. ادي يا عم الموضوع. شمس الدين. لما لم يأتي عالم من علماء الإسلام من بعد النووي وابن حجر فقالوا أن النووي عينا وابن حجر عينا مبتدع؟ لما لم يوجد؟ يا رجل، ما أنا أتيتك عشان أسقط هؤلاء. حاجة من اتنين: يا كل هؤلاء الأئمة ضلال ومدجنين، هم العيال دول بيلعبوا مع الفراخ، هم عندهم ايه؟ لم يطلبوا العلم. ايش مدجنين هذا؟ هو مقبول؟ من الذي يعني هذه فعل المعتزلة انه يلقب بالالقاب لاهل السنة والجماعة، يلقب لهم، بل هم خوارج اصلا، سأبين لك ذلك. يعني هم خوارج اصلا، هم خوارج اصلا. كفروا الامام النووي وكفروا ابن حجر وكفروا السخاوي وكفروا السيوطي وكفروا
تقريبا يعني ائمه كثر يعني. هو هذا انا اقول لك الان، لما يكتب الله جل وعلا لائمه اعلام من هؤلاء الائمه يكتب لهم القبول وكتبهم تصير اساسا في العلم، فترى المزي والذهبي ابن كثير، فاهم حضرتك، وترى ابن القيم ابن تيميه اسد الاسلام، لما تراهم صاروا مدجلين. يا فرخه يا الذي لا تعرف شيئا، انت ما جلست على ركبتيك تتعلم العلم، ما عندك لا قواعد ولا اصول ولا تفهم شيء في العلم اصاله، فتصعد على هؤلاء الان. هؤلاء كلهم عندك نريد كلمة واحدة فيهم، هم لم يقولوا ما قلت. عندنا شيء من اثنين، إما أن هؤلاء مبتدعة وما لقوا المبتدعة فهم من أهل البدعة، وخلصنا وخليك جريء. لا تكن كالمرأة المميعة، لا تكن كالمرأة التي يعني تذهب وتجيء يعني تدلل أو تتدلل على من يراها. فكن رجلا شجاعا، اصعد وقل الذهبي مبتدع مدجن، ابن حجر مبتدع كما قالوا ابن حجر، السخاوي مبتدع، طيب المزي مبتدع، هات هؤلاء، ابن القيم مبتدع، ابن تيمية مبتدع، ابن عبد الهادي مبتدع، كل هؤلاء قل لنا قولا فصلا فيهم، والا انت من انت لتصعد وانت اصلا لا تستطيع ان تورث ابن بنت الابن، ما تستطيع ان تورثه اصلا، ما تعرف شيئا اصلا. يعلم الله اننا نكف ذلك ديانة، لكن العلم عندكم ما في علم اصلا، ما جلس على ركبتيه ليعلم تحقيق المسائل كيف تكون، فجهل مركب ثم بعد ذلك خروج ليتنطع لما عباءة الجرح والتعديل تلوح. ولد ما تعلم، ما جلس على ركبتيه يتعلم اصول العلم، فيجلس على الكرسي الان يكفر. الان ده مش بيبدع، ده بيكفر في هذا الباب، يكفر، فاهمني؟ ولذلك انا سأتكلم عن مسألة مهمة، هي مسألة الغلو في التكفير والتبديع. فأنت لأنك تسرق فتتهم الناس بالسرقة. أصلا يا بابا الخطابي اللي عم تقول سرق من مشايخنا، والناوي اللي عم تقول سرق من مشايخنا، هؤلاء أصلا يعزون المعلومة إلى المصادر مرتين، مرة إجمالا ومرة مفصلا. كيف يعني هو أصلا الناوي ذكر في تهذيب أسماء اللغات وفي غيره مجموع وكذا، يذكر أنه أنا أخذت الآن مادة هذا الكتاب من أولا الفقه من فلان وفلان، الحديث من فلان وشروح الحديث من فلان وفلان، تفاسير من فلان وفلان. عادة يعتمد الناوي على الواحدي كمفسر، على في اللغة يعتمد على أبي علي الفارسي، على المتقدمين يعني على ابن دريد، على ابن أبي عبيد وكذا. بيجي هذا لقى لك واحد انه جعله من مشايخنا انه ابو عبيد اخذ عنه الناوي، اذا سرق منه ده. طيب الناوي اخذ عن غيره، وذكر اصلا حينما يذكر ابا عبيد بالاسم، مش خايف منك هو، فهو يذكر اولا يذكرها مجملا، وهكذا يفعل غيره. حتى السبكي لما جاء فاكمل المجموع للناوي ايضا ذكر في قبل ان يبدا، يعني هو قال بعد أن تواضع، يعني قال يعني أنا أين أنا من الناوي، كيف أنا سأتابع مثله، يعني هو طلع على كتب أكثر مني وأعلم بالمذهب أكثر مني، لكن أنا سأرجع إلى هذه الكتب. ذكر كتبا لم يذكرها الناوي، يعني رجع عليه السبكي والخطابي كذلك. وأنا سأريك الآن بالإحصاء أن الخطابي يذكر مراجعه، يعني هذا الناوي ذكرها مجملا، وحينما الناوي في شرح مسلم وفي شرح في المجموع شرح المهذب وفي تهذيب الأسماء واللغات أيضا يذكرها، حينما يذكرها مفصلة أنه هذه المعلومة عن فلان، هذه عن فلان، أما يقول لك سرقها، وين سرقها؟ وبعدين هذه قضية هذه يتخولونها، هذه نص عليها قبل أبي عبيد، أنت عم تقول سرقها من أبي عبيد، سرق هذه نص عليها أبو عبيد قبل أبي عبيد، الأصمعي نص عليها وهو أقدم منه، وأريكم إياها. إخواني الكرام، هذا كتاب تهذيب الأسماء واللغات، حتى تعرفوا كيف يتهم الناس بالسرقة. هذا كيف حتى تعرف قيمة العلماء الذين يتهمون بالسرقة. شوف هذا الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات، هذا مقدمة مؤلف هنا صفحة 6 لسه بيقول بسم الله، بيقول لك وأنا سأضبط هذه الأسماء، أسماء الأشخاص واللغات والمواضع. طبعا هذا كتاب تهذيب الأسماء واللغات، هذا الحال أعجوبي، هذه من أعاجيب الزمان، هذه للناوي، هذا لو لم يكن له غيره لكفاه، أظن عليه دراسات هذا الكتاب. بيقول لك من أين اعتمدت على معلوماتي اللي عم تتهموا بالسرقات. الآن أنا سآتيكم أنه الناوي سرق، بيقول لك يعني صرح أو لم يصرح لحد.
شوف أنا سأنقل من كتب الأئمة الحفاظ الأعلام المشهورين بالإمامة والمعتمدين عند جميع العلماء ككتاب البخاري وابن أبي خيثمة والطبقات وكذا إلى آخره، وهذا ويذكر تاريخ نيسابور. تاريخ نيسابور أصلا احنا ما وصلنا، وشوف ومش موجود هذا تاريخ نيسابور للحق. ولا يعرفون العرض ولا الجوهر، ولا يعرفون أن الجسم لا بد من أن يتركب من 4 جواهر وقيل 3، وهذه التي ذكرتها هي أصول دينكم، فإذا كانت العامة لا تعرفها فكيف تنسبون العامة إلى مذهبكم؟ سؤال وجيه، بل هو سؤال محرج في الواقع. يلا أنا أتحدى الأشاعرة يطلعوا يجاوبوا عن هذا الجواب. كيف عم تنسبوا جمهور الأمة إلى الأشاعرة والعوام لا تعرف الجوهر ولا التركيب ولا العرب؟ أحرجتنا فعلا. بس هذا شغلك أنت يا شيخ الإسلام ولا في قلق؟ شوفوا لي الجدع ده يعمل فيديو بنفس هذا قديم. هذا طبعا الفيديو صار له قديش؟ هذا صار له من سنة سنتين. هذا تعال نسمع شو ايش بيقول في هذا الفيديو الرد على أكذوبة أن الأشاعرة هم أكثر الأمة. فأغلب الأمة عوام يا مولانا لا يعلمون لا معنى الجوهر ولا العرض ولا التمانع ولا دليل التركيب، ولا يعلمون مصطلحات التشبيه والتركيب. لقطك يا شموس. شوف السطو. وحين سأله مهنا رحمة الله عليه عن إبراهيم ابن الهروي ماذا قال الإمام أحمد؟ قال رجل وسخ. فسئل عن سبب ذلك فقال من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. يا الله، رأيه ليس كتابا وسنة، لكن إن كنتم تتعاملون مع أقواله قال السلف طعن والسلف كذا، لم يبقى منكم أحد أيها الحدادية وأيها المداخلة، لم يبقى منكم أحد. هذا يعني أنه لو كان الحدادية أو المداخلة في عهد الإمام أحمد الذين يتمسحون به رضي الله عنه وارضاه لاعتبرهم أوسخ الوسخين. أنا آسف على هذه العبارة. فضيحة كبرى تسود وجه المتمشيخ الضلالي الحدادي الداعشي محمد شمس الدين. يستحق بعد هذه الفضيحة محمد ظلام الدين الرجم بالأحذية على فمه القدر، لأنه منافق كبير إذا حدث كذب. بعد هذا الفيديو إخوتي وأحبابي مصداقية محمد شمس الدين صارت في الحضيض. هو في الأصل ليس عنده مصداقية. ماذا فعل هذا المدلس؟ أخذ كلام الشيخ أحمد الشريف وقصه ونسبه له، وذكر بالفيديو بعنوان الفيديو انظروا الآن هنا. ماذا عنونه دكتور أزهري يصرح بأن القرآن مخلوق والرد عليه. الشيخ أحمد الشريف ماذا كان يفعل؟ الشيخ كان يعطي دروسا في شرح العقيدة الطحاوية للميداني. ولتأكد ارجعوا إلى قناته على اليوتيوب، هذه هي. ارجعوا إلى المحاضرة السادسة من شرح العقيدة الطحاوية. طبعا هو قسمها إلى جزئين، كل جزء من هذه المحاضرة 3-4 ساعة. الشيخ أحمد الشريف وهو عالم في طحلل من علماء الأزهر كان يعرض. خالف في ذلك أصحاب الانحرافات من الفرق الثلاث. والمعتزلة قالوا كلام الله صوت وحرف حادث. الكرامية قالوا حادث صوت وحرف وقائم بالله. الحشوية ومشبهة الحنابلة ومعهم الوهابية في زماننا صار مذهبهم، فلذلك نطلقوا عليهم من الوهابية، لكن له أصول قديمة أكبر منهم. قالوا الصوت حرف قديم. إذا عندنا كم مذهب كذا غير المذهب الحق؟ الثلاثة أجمعوا على أنه صوت حرف، ونحن قلنا كلام الله ليس صوتا ولا حرف. ماذا فعل؟ هو قص الكلام ونسبه له، نسب كلام المعتزلة للشيخ نفسه. هذا أحد الدكاترة الذين يدرسون في الأزهر يعترفوا بأنهم يقولون بخلق القرآن، خلافا لمن يتحايل ويتلاعب بالألفاظ ويكذب على الناس. لم يقل أحد من الآن يا محمد شمس الدين سنعرف من الذي يتحايل ويتلاعب ويكذب على الناس ويفتري الكذب. فنسمع إلى هذا الذي يعترف صراحة بقولهم بخلق القرآن والعياذ بالله. والعياذ بالله منك ومن كذبك وافترائك على الأشاعرة وعلى الشيخ أحمد الشريف أيها المدلس. الأشاعرة لا يقولون بذلك. فالقرآن كلام من الله، بمعنى خلق الله عيسى وخلق الله الكلام والقرآن. الذي يسمع هذا الكلام يقول ما هذا الشيخ المنحرف في العقيدة وما هذه الأفكار الضالة، ولكن الذي يعرف حقيقة محمد بن شمس الدين الضلالي الداعشي يقول مستحيل أن يقول شيخ أشعري أزهري هذا الكلام. طبعا شبهته هذه بتشبيه عيسى بالقرآن وعيسى مخلوق القرآن مخلوق، هذه رددت عليها في كتابي مناظرة القائلين بخلق القرآن، فلن أتوسع فيها الآن. لي كتابك مناظرة القائلين بخلق القرآن، اذهب وألف كتابا يكون خيرا لك بعنوان فنون الكذب والاحتيال والتزوير وقص الفيديوهات واللصق والتحوير للوصول للتبديع والتكفير. هذا الكتاب هو الذي يليق بمقامك
الكبير. لكن الذي أريده تصريحه بذلك. وخلق الله الكلام والقرآن. نعوذ بالله. وخلق الله الكلام والقرآن. بل نعوذ بالله منك ومن أمثالك يا محمد ظلام الدين أيها الكذاب الأشر أيها المدلس الكبير. انظروا إلى هذه الخسة والوضاعة، يظهر التمسكن والحزن ويغضب لله وكأنه خاشع وهو يدلس على هذا الشيخ وعلى الأشاعرة. الصراحة تريح حقيقة مع أنها قاسية. لا بل قل التزوير على الناس والكذب على الخصوم والافتراء وتقويلهم ما لم يقولوه هو الذي يريح، ليست الصراحة التي تريح، بل الكذب والافتراء هو الذي يريح يا محمد شمس، واختراع الافتراءات على الخصوم، لأن هناك أقوام يدافعون عنهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بل حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ظلام الدين أيها الكذوب، وفي كذبك نسأل الله أن ينتقم منك. اليوم فضيحتك كما يقول المصريون بجلاجل. سيدنا موسى لم يسمع الكلام القديم، لا، صوت خلقه الله خلقا في الكون في الشجرة فسمع موسى هذا الصوت، فهذا معنى أن الله كلم موسى. الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا يقول الله خلق صوتا في الشجرة. أنت كاذب مضيع وخسيس. الشيخ أحمد الشريف لم يقل ذلك، أنت قصصت الكلام وحذفت اللاحق والسابق، واليوم ستتمنى لو لم تولد بعد هذه الفضيحة. نفس الشيء خلق الله في اللوح المحفوظ صوتا أو حروفا فأخذها جبريل نزل بها في ليلة القدر على النبي، فهذا هو القرآن. نفس الشيء التوراة خلق الله أصواتا وحروفا نزلت التوراة جملة واحدة، هذه التوراة أيضا خلقها الله وأعطاها للملك، الملك يعني أعطاها لسيدنا موسى. صريح جدا بعد أن ذكر مذهبه هذا سيذكر مذاهب مخالفيه. دققوا وانظروا إلى هذه الجملة، انظروا كيف يدلس على الشيخ الأزهر، يقول بعد أن ذكر مذهبه هذا، انظروا صريح جدا بعد أن ذكر مذهبه هذا سيذكر مذاهب مخالفيه. هو لم يذكر مذهبه أيها المدلس، هو كان يعرض مذهب المعتزلة أيها المدلس ويشرح أقوالهم ثم يرد عليها. نسمع ماذا وصفه. المذهب الثاني الكرامية كفار ولا؟ وصف الكرامية بأنهم كفار، فإذا مذهبهم كفري من الكفار. نعم، المذهب الثاني الكرامية هو مذهب أشر من مذهب المعتزلة. المذهب الثالث وهو أضعف وأتفه مذهب. والمذهب الثالث مذهب ضعيف وتافه. لماذا أتيت بهذا الكلام؟ فإذا هناك ثلاثة أقوال، قول بأن القرآن مخلوق، وقول للكفار، وقول للتافهين، هكذا عنده. انظروا كيف يحرف كلام الشيخ. ومن لا شيخ له فالشيطان شيخ. ومن لا شيخ له لأن ما لك شيخ، إذا ما يكون شيخك جهمي فما لك شيخ، فيقول ومن لا شيخ له فالشيطان شيخ، فهؤلاء لا شيوخ لهم والشياطين تقودهم والعياذ بالله تعالى. طيب يا سيدي يلا. في الواقع إذا كان الإنسان لا شيخ له فعلا ولم يدرس على شيخ حقيقة فهو خير له 100 مرة من أن يدرس على هؤلاء الشياطين. انظروا، لأن محمد بن شمس ليس عنده شيوخ وتربى على يد الشيخ جوجل، هنا يلمح بأن الشيخ ليس مهما والتعلم على يد الشيوخ ليس أمرا عظيما. وأنا أقول لك يا محمد ظلام الدين لا يوجد شيطان وأنت موجود، يعني أنت سبقت الأبالسة والشياطين بمئات المرات، فالشيطان أعطاك تاجه وأجلسك على عرشه أيها المدلس. فلذلك قال الإمام أحمد القرآن كلام الله، أي كلام الله، أي الصفة غير مخلوق. لكن من سوء الأدب أن تقول القرآن مخلوق، لا تقل هذا أبدا، لا تقل هذا، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تفسر هكذا. واضح يا مشايخنا الكرام؟ وقل للمضلين باسم الهدى تواروا فقد آن أن نهتدي، وهيهات هيهات يبقى الشباب جريح الإباء أو حبيس اليد، سيحيا الشباب ويحيي الحمى ويفني عدات الغد الأسعد، فسر يا ابن أمي إلى غاية سماوية العهد والمعهد.